توفيت أمها عند إنجابها، فأخذتها خالتها لتربيها على طريقتها. يلا كنوسي، يلا امسحي، يلا اطبخي. وهي تنفذ الأوامر، وكانت تنظر من وقت لآخر بحرقة من النافذة على التلاميذ وهم في طريقهم للمدرسة مرحين مسرورين. وفي يوم بارد وممطر والخالة في طريقها إلى الحمام، رأت الفتاة من فتحة الباب جالسة على الأرض وهي تقول: أمي، لقد ذهبت للجنة وتركتيني وحيدة في العذاب مع خالتي. لا أدرس وأشتغل كخادمة، ليتني أذهب إليك وأرتاح. فانصدمت الخالة ودفعت الباب وقالت: سميرة، هل هذا الحد أنا قاسية؟ ربما من حرقتي على أختي قسوت عليك دون أن أشعر، لكنك عبارة عن ابنتي ورفيقتي في البيت. أعدك أن أتغير وأن أعاملك بلطف. تعالي. وفي لحظات عطف وحب وحنان من حماسها أطلقت الفتاة الريح، فدفعتها الخالة باشمئزاز وقالت: ما هذه الرائحة الكريهة؟ خالتي، إنها تلقت ريحا صغيرة. إذا ماذا لو كانت كبيرة؟ يلا زيلي الستار من السقف واخرج البطانيات من الخزانة واغسليهم. حسي حظ التلاميذ أنك لا تدرسين معهم، إلا كنت خلقتهم بهذه الرائحة. المدرسة